السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة بسيطة بمقادير جد بسيطة اللي هي كروكات الشفلور. يجيو بزاف من هاد لي كروكات، وهكذا راح نخليو أطفالنا ياكلوا الشفلور ويستمتعوا بالمذاق تاعو. إذا تبعوني راح تشوفوا الطريقة اللي هي طريقة جد بسيطة. راح نجيب الشفلور تاعي، أنا بالنسبة لي هنا عندي 2 حبات تاع شفلور صغار، نتوما إذا عندكم حبة كبيرة استعملوا حبة واحدة تكفي. جبت هذاك الشفلور نقيته كامل من هذاك الورق اللي فيه، وراح نحي كامل هذيك الكحولية اللي تجي من فوق في الشفلور تاعنا هكذا بالسكين قبل ما نغسلو بالماء. كما راكم تشوفون يعني سرعت لكم الفيديو باش ما يكونش طويل. نحيت كامل هذاك الورق، نقيته مليح هكذا بالسكين، نحيتلو كامل هذوك الزوائد. من بعد راح نقطعو نحطوه في الكسكاس ونشلو مليح مليح بالماء باش نحطوه يفور. الشفلور تاعنا لازم يفور، ما لازمش نغليوه في الماء. اذا غليناه في الماء راح يرفد لنا بزاف كميه الماء في الغليه، اذا من بعد كي راح نشكلوه ما راحش يتشكل وراح يبدا يطلق لنا في الماء تاعو. اذا من الاحسن انكم تفوروه، حتى يعني كي تفوروا الخضار راح تكون صحيه اكثر من انكم تغليوها في الماء. كامل هذيك الفوائد تاعها راح تروح مع هذاك الماء. كما شفتوا هنا حاولت نحي كامل الزوائد، حطيته في الكسكاس تاعي. هنا بعد ما حطيت الماء في البرمه ولا في الطنجره، كي بدا يسخن الماء حطيت له شويه تاع الخل هكذا باش ما تكونش يعني الرائحه تاع الشفلور قويه بزاف في الدار. راح نخليوه يفور، نغطيوه هكذا باش يفور لنا كامل كيف كيف، يعني الطياب يدخلوا كامل من التحت ومن الفوق. بعد ما مر شويه تاع الوقت، ما يديش وقت كبير سورتو كتغطيوه، راح نجيب فرشيطه وندخلها هكذا في الشفلور تاعنا. كي نشوفوه بلي طاب خلاص نطفيو عليه ونجيبوه هنايا باش نديروا باقي المقادير والمكونات. عندي شويه تاع لا شابلور، عندي 3 سنات ثوم كبار مسكرفجين، عندي معدنوس مقطع، رقيق، كمون، فلفل اسود وملح، وعندي ايضا حبه تاع البيض. يعني المقادير تاعو جد بسيطه. راح نجيب هذاك الشفلور تاعنا وهو هكذاك ساخن، نجيب يعني صحن والفرشيطه نمرسو هكذا بالفرشيطه وهو ساخن، ما تخليوهش يبرد. اذا برد راح يجيكم صعيب انكم يعني تمرسوه هكذا بالفرشيطه. هو ساخن مباشره هكذا راح نرحيه كامل ونحطوه في الريسيبيون تاعنا باش نزيدوا له المكونات الباقيين. كما شفتوا لاني فورت الشفلور تاعي ما يطلقش الماء، كما راكم تشوفوا الصحن تاعي نظيف ما فيش الماء، عكس انكم لو كان تغليوه راح يرفد لكم الماء. غير تبداو تمرسوا فيه بالفرشيطه يبدا يطلق لكم الماء. بالطريقه هذه نمرسوه كامل حتى نكمل كامل كونتيتي تاعنا تاع الشفلور. لما نكمل كامل الشفلور تاعي نرحيه هكذا بالطريقه هذه. راح نجيب التوابل، نبدا نحط له اولا نبدا ندير له الملح. كما شفتوا يعني مع الاول الماء تاعي درت فيه غير الخل، ما درتش فيه الملح، يعني الشفلور تاعي ما راهش مالح ابدا. هنا زدت له الملح، زدت له فلفل اسود، وزدت له الكمون. ديروا شويه كميه معتبره من الكمون، زدت له معدنوس مقطع يعني مقطع رقيق، و3 فصوص تاع ثوم كبار مسكرفجين ايضا في الرقيق. يجي بزاف بزاف بنين بهاد يعني المكونات، يعني الثوم مع المعدنوس ومع الكمون يجي بزاف هايل. هنا بالنسبه لا شابلور راني ندير بالملعقه هكذا باش نعطيكم المقادير مضبوطه. درت 2 ملاعق كبار تاع اكل مملوئين تاع لا شابلور. هنا الحبه تاعي تاع البيض خلطتها اولا لاني ما راحش نضيفها كامل، نضيف بشويه ونشوف يعني شحال نحتاج من البيض. كما راكم تشوفوا هنا نبدا نخلط في المكونات هكذا، من بعد نشوف اسكو هذا الخليط يتلم لي نقدر نشكله على شكل يعني كريات ولا نقدر يعني ولا يعني نحتاج اني نزيد نضيف له البيض ولا لا شابلور. اذا شفتوا الخليط تاعكم مائي وبدا يطلق لكم الماء زيدوا له لا شابلور، واذا شفتوه مازال ناشف وما يتلم لكمش زيدوا له البيض. هنا زدت له شويه تاع فلفل احمر حار مرحي يعني فقط كاضافه، اذا حبيتوا الكريات تاعكم يجيو شويه بالحراره زدت له هنا شويه. من بعد هنا شفتوا باللي مازال شويه يبان ناشف، مازال ما يعني ما بداش يتشكل مليح مليح. كملت هذيك شويه تاع البيض اللي بقات لي، يعني كملت شويه تاع البيض. اذا هنا بالنسبه للبيض درت يعني حبه كامله تاع البيض وزدت شويه تاع لا شابلور، يعني هنا حبه تاع بيض و3 مغارف كبار تاع ماكله مملوئين تاع لا شابلور. هكذا تخلطوا مليح.
المكونات تاعكم، ومن بعد راح نجيو نبداو نشكلوا لي كروكيت تاعنا ولا الكريات تاعنا يعني بطريقه جد سهله. كما شفتوا هنا جبت هنا يعني البلون تاعي دو طرافاي ولا البلاطو اللي راح نحط فيه، نرش شويه بلا شابلير هكذا باش كي نشكل الكريات تاعي من بعد كي نحطهم ما يلصقوش بالطريقه هذه. من بعد نجيب شويه تاع هذاك المكونات ولا هذاك الخليط، راح ندير فيه شويه تاع جبن طاري، يعني ديروا اي جبن عندكم. ومن بعد نحاول نغطي كامل هذاك الجبن، ما نخليهش يبان هكذا باش كي نقليهم ما يخرجليش هذاك الجبن من بعد يعني في الزيت، وتبدا كامل تطير هذيك الزيت. كما شفتوا يعني الجبن كي يخرج في المقله يعني كيفاش يدير وكامل يتحرق يبدا يطلق الكحوليه في الزيت. يعني غطيو مليح الجبن تاعكم. تقدروا ديروا يعني جبن هذا تاع جبن طري، هذا الجبن ذايب، وتقدروا ايضا ديروا جبن مثلثات يعني الشيء اللي كان متوفر عندكم. يجيو بزاف بنان هاد لي كروكات يعني محشيين بالفرماج، يجيو ما شاء الله. تقدموهم كمقبلات. درنا من قبل وصفه تاع الشفلور، راح نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. درناهم من قبل بلا صوص بيضاء، يجيو جواز، يجيو ما شاء الله. المره هذه حبيت نديرهم لكم على شكل دي كروكات هكذا بالجبن فقط. تقدموهم يعني تقدموهم ناشفين هكذا مع سلطه ولا مع الهريسه كما حبيتوا تقدموهم. كما راكم تشوفوا يعني راني نشكل معكم في الحبات يعني بكل سهوله هكذا. يعني ميم هذيك لا شابلور اللي تكون في يديكم راح تساعدكم هكذا باش ما يلصقوش الكريات في يديكم. نشكلوهم مليح مليح، نغطيو كامل الجبن، بعد نبسطهم ونحاول ندير لهم لا شابلور، نخليهم يتعمروا مليح بلا شابلور هكذا باش يجيو لا يتقرمشوا يجيونا بنان. نكمل بالطريقه هذه حتى نكمل كامل الخليط تاعنا. هنا البنات جاوني 12 حبه وكبار، يعني ممكن في التصوير ما يبان لكمش بصح راهي الحبه كبيره ما شاء الله. يعني اذا صغرتهم راح يديروا لكم حتى ل 15 ولا 16 حبه. بالطريقه هذه الان راح نجي نقليهم. هنا البنات ملاحظه على يعني كيف تقليوهم، الزيت ما تكونش غازره بزاف. انا هنا كي درتها كانت بانت لي بلي راهي قليله ماهيش غازره، ولكن كي حطيت الحبات جاتني الزيت غازره. البنات الزيت ما تكثروش، لانه كي تكون الزيت قويه بزاف راح تغلب الكرات وراحين ممكن يتفتحوا لكم في المقله. يعني الزيت تكون قليله زايده شويه على كيما نقولوا في الكاع، وتكون النار متوسطه، تكون شويه اكثر من المتوسطه، ما تكونش النار قليله بزاف هكذا باش الزيت تاعنا ما تمتصهاش ما يمتصوهاش هذوك الكرات، وما تكونش قويه بزاف باش ما يتحرقوناش الكرات في المقله. بالطريقه هذه يعني انا من بعد كي جيت نقلبهم راني نقصت الزيت، بانت لي بلي راهي غابيه بزاف. نخليهم هكذا يتقلاو حتى يديو التحميره من جهه، من بعد نقلبهم من الجهه الثانيه. يعني بكل بساطه تحضروهم. تقدروا حتى ديروهم في الفور، اللي ما يحبش يعني يقلي ولا يحب يتجنب يعني هاد الامور اللي نقليوهم في الزيت، يحب يدير حاجه صحيه، تقدروا ديروهم حتى في الفور هكذا راح يتحمروا لكم يجيو بطريقه صحيه. هنا البنات كما راكم تشوفوا كي قلبتهم على الجهه الثانيه شوفوا تحمروا ما شاء الله، يجيو محمرين يجيو متقرمشين ويجي في الداخل فيهم هذاك الجبن، يجيو هايلين بزاف، هايلين بزاف، هايله هاد الوصفه. يعني تقريبا اعتمدتها دائما الشفلور تاعي نقليه بهذه الطريقه. وكي تكونوا تقليو فيه البنات اللي يجي داخل الدار يحسبكم راكم تقليو في الحوت ولا في السردين، لانه فيهم هذاك المعدنوس وفيهم الثوم والكمون، تجي بزاف الريحه تاعهم يعني تشبه للسردين كي تكونوا تقليو فيهم. هنا كملنا يعني لي كروكيت تاعنا، حضرناهم بطريقه سهله كما راكم تشوفوا. قدمناهم هنا مع الليمون مع الهريسه. يعني كما تعرفوا الشفلور يحب الليمون ويحب ايضا نحب ايضا نقدمه مع الهريسه. نتمنى يكون عجبكم الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، ونتمنى ايضا تجربوه. جربوا واكتبوا لي في التعليقات رايكم في الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى وفي وصفات اخرى باذن الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه.